فايتك كتير بجد لو ما جربتيش الصلصة بالطريقة دي أظبط طريقة لعمل الصلصة الجاهزة زي بتاعة المصانع بالظبط. بتقعد معايا من السنة للسنة من غير ما يحصل لها أي حاجة خالص، وأنا بقولك لو جربتيها هتعتمديها دايما ومش هتبطلي تعمليها علشان بجد بتطلع أحلى من بتاعة المصانع. كفاية حاجة انت عاملاها في بيتك مضمونة عاملاها بإيدك. وعلشان تقومي بتحضيرها طبعا أهم حاجة هو اختيار نوع الطماطم. أهم حاجة تختار الطماطم اللي بيكون لونها أحمر علشان الصلصة اللي انت هتعمليها يبقى لونها أحمر كده وجميل. هنجيب بقى الطماطم بتاعتنا الجميلة الحمراء، هنغسلها كويس وهننضفها من اي حاجة موجودة فيها، وهنشيل كده القمع بتاعها من فوق اللي بيكون اخضر ده هنشيله طبعا وهنرميه. وطبعا دي كمية الطماطم كلها اللي انا هعملها طبعا بسم الله ما شاء الله. انا كنت عاملة هنا 40 كيلو من الطماطم، كنت بصراحة شارية 4 كيلو ب10، يعني كنت شارية 40 كيلو ب100 جنيه. وطبعا زي ما انتوا شايفين انا حطيتهم كده في حلتين على النار من غير ما اضيف ولا نقطة مية عليهم، طبعا علشان الطماطم لما بتتعرض كده للحرارة بتنزل المية اللي بتكون موجودة فيها. يعني لما تيجي تسلقي الطماطم اوعي تحطي لها مية علشان كده كده بتنزل المية الموجودة فيها. وقمت رفعتهم على النار على درجة حرارة عالية علشان الطماطم تنزل كمية المية الموجودة فيها. تعالوا بقى ما اوريك الطماطم بعد ما نزلت المية الموجودة فيها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا ما حطيتش ولا نقطة مية زي ما قلت لكم، المية دي من الطماطم. شوفوا قد ايه بقى كمية المية اللي نازلة من الطماطم، يعني مش بتحتاج انك تحط لها ولا نقطة مية. هنسيبها بقى على النار على درجة حرارة عالية، وبعد ما تغلي كده وكلها تغلي في بعضيها هنهدي عليها النار وهنسيبها على درجة حرارة متوسطة. وطبعا هنغطي عليها. تعالوا بقى ما نشوفها بعد ما غطينا عليها والطماطم استوت معانا. زي ما انتوا شايفين كده الطماطم قلت معانا، طبعا زي ما انتوا شايفين في الاول الطماطم كانت الحلة مليانة كده طماطم. طبعا كده كل ما الطماطم بتستوي كل ما حجمها بيقل كده وبتبقى زي ما انتوا شايفين. وبكده الطماطم بتاعتنا بقت جاهزة معانا. اهم حاجة تسيبيها على النار لغاية لما تستوي تماما، وبعد ما تستوي هنطفي عليها النار وهنسيبها لغاية لما تبرد معانا تماما. تعالوا ما نشوف الطماطم الجميلة بتاعتنا بعد ما بردت معانا وبقت جاهزة علشان نفرمها في الخلاط. ودي شكل الطماطم بتاعتنا الجميلة بعد ما بردت معانا تماما وبقت جاهزة. هاخد بقى حلة الطماطم دي وهحطها في الحلة التانية، طبعا كان فيها طماطم مسلوقة قبل كده علشان اللي انا هضربه في الخلاط هحطه في الحلة دي. وعلى فكرة مش هغسلها خالص، هي كده كده هتحط فيها طماطم وهترجع تتحط على النار خالص، فهي اصلا مش محتاجة غسيل. احنا كده كده هنحط فيها طماطم تاني. وهنجيب بقى الخلاط بتاعنا الجميل وهنحط كده شوية طماطم في شفشق الخلاط وهنحط عليه شوية من المية. طبعا المية اللي احنا هنحطها هي المية الموجودة في الطماطم، يعني احنا ما هنحطش اي مية من بره. وزي ما انتوا شايفين كده هنضربها كويس لغاية لما تنعم معانا تماما. وهنقوم مصفيينها بقى في المصفى. اهم حاجه المصفى اللي انت هتصفي بيه الطماطم يكون ناعم جدا. انتوا عارفين المصفى بتاع اليانسون، بس ده بقى على كبر، يعني مصفى كبير زي بتاع اليانسون الصغير ده بيكون ناعم جدا علشان البذور بتاعه الطماطم ما تنزلش من المصفى. وهنصفي كده الطماطم كويس زي ما انتوا شايفين كده. طبعا القشر احنا بنرميه والبذور بتاعه الطماطم احنا بنرميها. طبعا ده كله احنا بنرميه زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه تصفوا الطماطم كويس. وهنعمل الطماطم كلها بنفس الطريقة، هنضربها في الخلاط وبعد كده هنصفيها في المصفى الناعم علشان نتخلص من القشر والبذور بتاعة الطماطم علشان تقعد معانا مدة طويلة جدا. تقعد معانا من السنة للسنة من غير ما يحصل لها اي حاجة خالص. علشان كده احنا بنشيل القشر وبنشيل البذور دي علشان تقعد معانا مدة طويلة جدا. تعالوا بقى ما نشوف الطماطم بتاعتنا الجميلة بعد ما ضربناها في الخلاط وصفيناها وبقت جاهزة معانا. ودي كل الطماطم بتاعتنا بسم الله ما شاء الله عليها. ده طبعا زي ما قلت لكم كان 40 كيلو. طبعا حطيتهم تاني على النار، حطيتهم في الحلتين الكبار ورفعتهم تاني على النار علشان نسيبهم لغاية لما يتسبكوا معانا تماما وكل كمية المية الموجودة فيها تتبخر وتتحول الى صلصة. طبعا هنسيبها حوالي ساعتين على النار، يعني على حسب الكمية اللي انت هتعمليها لغاية لما المية دي كلها تنشف تماما وتتحول الى صلصة. وبعد كده هنطفي عليها النار وهنسيبها لغاية لما تبرد معانا تماما. وتعالوا يلا بينا نشوف الصلصة بتاعتنا الجميلة بعد ما بقت جاهزة معانا. وده كان شكلها بسم الله ما شاء الله عليها زي ما انتوا شايفين احلى من بتاعه بره. وطبعا انا هنا كده حطيت الصلصه كلها على بعض علشان كلها تبقى في حله واحده. تعالوا ما نشوف بقى احنا هنعمل ايه في الصلصه الجميله بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين قوامها تقيل خالص ومتماسك ما فيهاش ولا نقطه ميه، وكمان ناعمه زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله عليها. وانا عايزه اقولك على حاجه، كل ما تسبكيها اكتر كل ما تقعد معاكي مده طويله جدا من غير ما يحصل لها اي حاجه خالص. تعالوا بينا بقى نخزنها مع بعض. هنجيب بقى اي برطمانات، بس اهم حاجة ما يكونش فيها ولا نقطة مية. تمسحيها بمنديل مطبخ او بفوطة او باي حاجة علشان ما يكونش فيها ولا نقطة مية، علشان ده طبعا بيساعد ان الطماطم تقعد معاكي مدة طويلة جدا من غير ما يحصلها اي حاجة خالص. وهتحط على وش الصلصة كده معلقة من الزيت، طبعا علشان الصلصة ما تعفنش من فوق. اهم حاجة تحط شوية من الزيت كده علشان تحافظ على الصلصة.
وبعد كده هتقفلي البرطمان كويس، وبعد كده هتحطيه في التلاجة، هيقعد معاكي مدة طويلة جدا من غير ما يحصل له اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين، وده الصلصة بتاعتنا الجميلة عن قرب. شايفين بقى احلى من بتاعة بره ب100 مرة، احلى من المصانع واحلى من اللي احنا بنشتريها من بره. بسم الله ما شاء الله عليها. جربيها وانت هتعتمديها دايما ومش هتبطلي تعمليها. ناعمة جدا وعاملة زي الكريمة، بسم الله ما شاء الله عليها، عاملة زي الملبن كده. اهم حاجة تصفيها كويس من البذور والقشر علشان تقعد معاكي مدة طويلة جدا ومن غير ما يحصلها اي حاجة خالص. وعايزة اقولك على معلومة مهمة جدا، انت لو هتحفظي الصلصة بتاعتك في برطمانات، انا عايزاكي تحطيها في البرطمان وهي دافية، يعني ما تسيبهاش لغاية لما تبرد معايا تماما. بس انا هنا سبتها لغاية لما بردت علشان هعينها في الفريزر. اما انتي لو هتحطها باب التلاجة، عبيها في البرطمانات وهي دافية، ما تسيبهاش لغاية لما تبرد، علشان البخار اللي بيطلع منها ده بيسد المسام المفتوحة، ولما تيجي تفتحي البرطمان تحسي ان فيه تكة كده زي اللي انت بتشتري من بره. فاهم حاجة؟ زي ما قلتلكي، لو هتحفظيها في التلاجة تعبيها وهي دافية. وطبعا ده كده انا هحفظها في الفريزر. سبتها لما بردت معايا تماما، وبعد كده حطيتها في اكياس التخزين. طبعا انت بتعبي في الكيس على قد الكمية اللي انت هتحتاجيها، وهتخزنهم بقى في الفريزر، وهيقعدوا معاكي من السنة للسنة من غير ما يحصل لهم اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله عليها، جميلة جدا. ودي الكمية كلها بسم الله ما شاء الله اللي طلعت من 40 كيلو، بسم الله ما شاء الله عليها، كمية كبيرة جدا. انا عايزاكم بقى تخزنوا الطماطم دلوقتي بالطريقة دي، علشان دي احلى وقت تخزنوا في الطماطم. رخيصة جدا زي ما قلتلكوا، ل4 كيلو ب10 جنيه. طبعا مش هتلاقوا طماطم ارخص من كده، بسم الله ما شاء الله عليها. الطماطم مالية السوق باسعار رخيصة جدا. الحقوا بقى خزنوها، وبألف هنا ليكم. يا رب تكون وصفتنا النهارده عجبتكم، شكرا لكم جدا على المتابعة، واستنونا في وصفة جديدة ان شاء الله مع وصفات بيت الخير.